بسم الله الرحمن الرحيم. وصفتنا النهارده يا حبايبي هقولك فيها على فكرة حلوة وجميلة. لو عندك كمية كده من الزيت المستعمل زي ما كان عندي كمية كده، او لو طالعة من رمضان وعندك زيت تحمير كتير مستعمل، تعالى اقولك نعمل بيه فكرة جميلة جدا. اول حاجة هجيب عندي طبق كده يكون بلاستيك، وهثبت عليه المصفى، وابدأ اصفي الزيت بتاعي ده من اي شوائب موجودة فيه. زي ما احنا شايفين كده يا حبايبي، بالمصفى هيتصفى كل الشوائب اللي موجودة فيه، وهو كده مرصف كده مترصف في القاع. الازازة بتاعتي مكان ما كنت انا راكناه زي ما هو موضح معاكي كده في الفيديو. خلاص صفيت الزيت بتاعي، نركنه على جنب بقى ونضيف له شوية مكونات. هضيف له ربع كوباية من الكلور، حوالي ربع كوباية من الكلور، والكلور بتاعي يكون كلور مركز ونوعية نظيفة. وممكن تستغني عنها، هقولك على المقادير اللي ممكن تستغني عنها وايه الحاجات اللي ما ينفعش نستغنى عنها. فضفت حوالي ربع او نص كوباية من الكلور. هضيف عليها معلقة كبيرة من الكربوناتو، بتدي نعومة كمان للصابون بتاعنا اللي احنا هنعمله مع بعض. وكمان معلقة من الملح، ومعلقة او معلقتين من السكر. بالنسبة للكلور والسكر والملح ممكن تستغني عنهم عادي، بس بالنسبة للمكون الأخير اللي هنضيفه مع بعض ده ما ينفعش نستغنى عنه في الوصفة بتاعتنا، وهو الليمون. عندي هنا نص ليمونة كده كنت أنا حطاها في الفريزر، هطلعها اخد كل المية اللي موجودة فيها. ولو عندك ليمون فريش هتحطي عصير ليمونتين. يبقى الليمون مش ممكن استغنى عنه في الوصفة دي، وكمان المكون اللي هنضيفه بعد الليمون. وكل مكون ببدأ اضيفه اقلبه كويس جدا معايا بالمضرب، هتلاحظي ان لون الزيت بيتغير. بعد كده هاخد نص كوباية من الصابون السائل المواعين العادي بتاعنا اللي بنستخدمه في المطبخ، وهو والليمون في الوصفة دي ما ينفعش نستغنى عنهم، واي مكون تاني ينفع نستغنى عنه. وكل ما بتضيفي مكون اللون بيفتحي معاكي زي ما احنا موضحين كده، وابدأ اقلبه كويس جدا. بعد كده بقى هجيب عندي طبق، يفضل يكون طبق بلاستيك، هحط فيه كوباية من البوتاص او القشور او مسلك البلاعات ايا كان بتسميه، بتجيبيه من عند اي حد بتاع المنظفات. وكل كوباية بتاخد كوباية من المية. وفي المرحلة دي تكوني لابسة كمامة وفاتحة الشباك او تعمليه في البلكونة، ولو عندك اطفال تبعديها عنها تماما لان ريحتها بتكون صعبة جدا. وافضل اقلب فيه لحد ما الابخرة اللي فيه تطلع والسخونة اللي فيه تطلع. بعد كده هجيب عندي صينية واحط فيها كيس، ويفضل ان الكيس يكون عاملاه اتنين مع بعض كده عشان ما يوصلش للصينية بتاعتي المادة الكاوية وتبوظها لي. ولازم نجهز الصينية بتاعتي قبل ما احط البوتاص على الزيت لانه بيتصبن معاكي بسرعة جدا. هنا كان البوتاص برد معايا تماما، ودي خطوة اساسية تعمليه يبرد معاكي وتبعدي وشك عنه تماما. هجيب بقى الزيت بالمكونات اللي احنا ضفناها عليه ونحطهم الاتنين على بعض. احنا هنا بنعمل الصابون البلدي اللي بنغسل بيه المواعين، وبننضف بيه اي بقعة موجودة بيه، وبنغسل بيه كمان حوامل البوتاجازات والسيراميك لو في بقع. واي بقعة موجودة عندك ومش عارفة تطلعيها، الصابون ده تستخدميه فيها، بيطلع كل البقع بتاعتك. وكل ما بتقلبيه اللون بتاعه زي ما احنا شايفين كده بيغمق، وبعد كده بيرجع يفتحي تاني. هنا بدأ يصبن معاكي، يعني بدأ يتحول لصابون. هديله كمان تقليبتين كده على السريع، ونجيب الصينية بتاعتنا اللي احنا مجهزينها من قبل ما نحط الاتنين على بعض، علشان لو سيبناه ركنتيه ورحتي جهزت الصينية هتيجي تلاقيه كله قطعة واحدة. ودي ملحوظة مهمة جدا وانتي بتعملي الصابون البلدي. بعد كده هجيب الصينية بتاعتي وابدأ اصب فيها الخليط اللي احنا عملناه مع بعض، ونسيبه بقى في مكان لمدة ساعتين. وبعد الساعتين دي نبدأ نقطعه. ويفضل تكوني لابسة جوانتي وانت بتعمليه في المرحلة دي، او تبعدي ايديكي عنه تماما لان البوتاص ده بيكون مادة كاوية بتاكل في الجلد. هنا حبيبي بعد ما عدى عليه تقريبا حوالي ربع ساعة كده، هكسبه كمان ساعتين، هتلاقي اللون بتاعه فتح زي ما احنا شايفينه كده. ويبدأ نقطعه معانا بالسكينة لخرى صغيرة او كبيرة زي ما انت بتحبي القطعة اللي بتستخدميها في استخدامك اليوم. وصفة سهلة وسريعة، تتبعي كل الخطوات اللي أنا عملتها. وبدال ما ترمي الزيت أو تبيعيه لأي حد، استخدميه في البيت واعملي منه أحلى صابون بلدي ممكن تعمليه في البيت. واستخداماته كتيرة جدا. وده شكله حبايبي بعد ما طلع معايا، هرصه بقى على صينية وتسيبيه لحد ما يبرد تماما عشان المادة الكاوية اللي فيه دي تطير وما تاكلش فيه جلد. وبكده حبايبي يكون الفيديو خلص بتاعنا. هتمنى في نهاية الفيديو ان انا اكون قدرت اقدم لك معلومة مفيدة وسهلة وسريعة. ما تنسينيش باللايك والشير والاشتراك في القناة، ولو انتي لسه ما اشتركتيش اشتركي معايا وفعلي زر الجرس على كلمة الاشتراك اللي باللون الاحمر، عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلك بيه اشعار. واعملي لي لايك وشير لو عجبك المحتوى اللي انا بقدمه. واشوفكم في فيديو جديد واقولك مع السلامة.